السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في افضل حال. نسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. النهارده مش هنعمل سمك، النهارده هنعمل القراميط. اللي بيحب القراميط يتفرج اللي ما بيحبهاش ما يتفرجش، عشان في ناس كتير ما بتحبش القراميط. تمام؟ انا بجيبها اللي هي بيقول عليها قلبها ابيض اهي، بخلي الراجل ينضفها لي ويقطعها لي، وانا باخدها اغسلها غسله كويسه قوي واحطها في طبق فيه ميه بخل بملح، اسيبها ساعه 2 واشوف ايه اللي ورايا، وبعد كده ارجع لها تاني ابص الاقي لحمتها بقت بيضه وقشطه كده زي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا عامله ازاي، مفيش اي زبلقه فيها ولا اي حاجه، حلوه جدا. اخدها اشطفها واصفيها، وارجع بعد ما اصفيها ارش عليها الدقيق وشويه ملح، واقعد ادعك فيها جامد جدا لحد ما تبقى معايا قشطه كده زي ما انتم شايفين، قشطه بيضه وقلبها ابيض وجميل جدا. بصوا حلوه قوي قوي قوي، والف هنا على اللي ياكلها واللي بيحبها. بعد كده بشطفها شطفه كويسه تاني من الدقيق والملح اللي بقعدها فيها حوالي ربع ساعة، وبعد كده بجيبها في طبق عشان نبدأ ان احنا نحدقها. تمام؟ طيب فاكرين البرطمان ده، الدقة الحمراء اللي احنا فرمناها، اللي قلت لكم هنقف عليه في المطبخ ساعة بس، هنرتاح في اي حاجة هنعملها، في سمك، في مخلل، في طماطم، في اي حاجة. جالنا السمك اهو، بس شبيه السمك القراميط، نفس السعر على فكرة. القراميط دلوقتي ب80 جنيه الكيلو. طبعا الواحدة ما شاء الله بتبقى كبيرة، فممكن تعمل الواحدة لوحدها كيلو ونص، كيلو وربع كمان، وممكن توصل ل2 كيلو. يعني برضه هو سعره مش رخيص ومش حاجة كده هينة يعني. طيب نجيب طبق بتاعنا الكبير، حاطين الدقة بتاعتنا، الفلفل الأحمر والتومة مع الخل مع عصرة ليمونة مع شوية قرفة، كمون وكزبرة وملح بسيط زي ما اتفقت، عشان احنا حاطين على الدقة ملح اهي. هحطها هنا في حاجة كبيرة عشان هخلط القراميط بيها كلها اهي، وهنزل بيها. انا مش هحاول ان انا ادخلها من جوه واحشي قلبها، لاني انا مطلوب مني ان من لحمتين من هنا ومن هنا تشرب كمان، فانا هنزل بيها كلها واخلط بيها من فوق ومن تحت ومن كله، افضل اقلب. هي بتشرب اللحمه المفتوحه القراميط زي المكرونه، بتشرب ما شاء الله بسرعه الملح والدقه. انا مش هعملها المره دي بصلصه، انا مطلوب مني ان انا احمرها بس، هم عايزين ياكلوها متحمره بس، ومش تتعمل بطماطم ولا صينيه. انا هتبلها، هسيبها نص ساعه عشان مش عايزاها تحدق، احنا بنحبش الحاجه الحادقه، من عشاق اللي بيحبوا يمصمصوا الرز انا عندي بيحبوا كل حاجه جاهزه، يعني انت تفصصي وتحطي وتعملي كل حاجه وهم ياكلوا على الجاهز. كانت في واحده فيها بطروخه اهي ما شاء الله، بصوا بطروخه حلوه قوي ما شاء الله يعني. طب نخليه في الاخر كده عشان ما يتهريش وانا بقلب، لان هي بطروخ في واحده بس اهو. نحطه في الطبق هنا، وده برضو بطروخ بسيط صغير لسه بيكبر، وده السمنه بتاعتها. انا كده حطيت كله، حاول اقلب. هي هتشرب، كل ما هقلب كل ما هتشرب، كل ما هتقعد. انا مظبطه لها ملحها، الخل، الليمون،
مش محتاجه غير ان انا اديها تقليبه واسيبها نص ساعه، ساعه زمن اللي يريحكم. ونحمر دقيق، زيت، ونقلل الزيت بالله عليكم وانتوا بتحطوه في الطاسه، لاني ما فيش زيت دلوقتي. ربنا يرحمنا يا رب. بصوا ما شاء الله شربت ازاي، بصوا اهي، بصوا عامله ازاي، شربت من هنا ومن هنا اهي. عشان كده انا ما مسكتش واحده واحده، لا اهي. نحط شويه كده في البطروخ هنا عشان هسيب البطروخ لوحده عشان ما يتهريش معاهم. طب عشان ما اطولش عليكم، احنا كده غسلناها ونضفناها، تبلناها، حطيناها في التتبيله وهنسيبها شويه نص ساعه. وبعد كده هرجع هاخد بالدقيق وهبدرها بيها، وبعد كده هرجع تاني احطها في الزيت ما يسخن ويقدح واحمرها ونطلعها وتتاكل عادي خالص. حابين تعملوا جنبيها رز ببصل، حابين تاكلوها بعيش، حابين تعملوا رز ابيض، اللي يريحكم. طب لو في ناس حابه تعملها صينيه زي ما هي كده، هتحطيها بس على الصينيه بتاعت الطماطم، بقطع بصلتين حلوين، قرن فلفل، فص توم، هديها تقليبه كويسه قوي، تصفيره، انزل بكيس الصلصه او بشفشق الصلصه غلوتين، واحط التوابل وانزل بيها زي ما هي كده. وبعد ما تاخد غلوه واتنين بشويه زيت في الصلصه، يعني تاخد غلوتها كده في الصلصه، ادخلها تحت الشوايه او في الفرن، وهي كده هتبقى استوت معايا. حابين ناخد نص قليه ليها ونحطها في نفس الصلصه اللي احنا عملناها، برضو ينفع، مفيش اي مشكله. وهي سهله جدا وبسيطه ومش صعبه، انت بس بتحمريها تاكليها نص تحميره تحطيها في صلصه. ومعروفه الصلصه بتاعه السمك، البصله، فص الثوم، شويه الخل البسيط، شويه الزيت، بديهم زي تصفيره، شويه الصلصه اديها زي غلوه واحده بس، وانزل بيها بالقراميط بترصيص كده في الصينيه مع غلوتين، وادخلها الفرن او تحت الشوايه لو استوت، وتطلع وتبقى الف هنا على اللي بيحبها. اللي ما بيحبهاش، في سمك وفي جمبري، اتفرجوا عليه على صفحتي. يلا اشوفكم على خير لحد ما تتبل نص ساعه ونحمر ونيجي نشوف القراميط بتاعتنا شكلها ايه. بحبكم في الله، وما تنسوش لو فعلا بتستفادوا تشتركوا في قناتي اسهل الاكلات مع ام سيف، هتلاقوا كل اللي عايزين تعرفوه من اوله لاخره بالتفصيل. خلصنا القراميط بتاعتنا، حمرناها اهي قدامكم، بص حمرها جميل. هي مش بتتقرمش قوي لانها كلها لحم، ولان السمك بتاعها اللي من بره الجلد بيبقى تخين، فما بياخدش اللي هو القرمشه، بيبقى فيها نسبه طريان، بس بتبقى لمعه قدامكم كده عامله زي الذهبي. ويا رب كانت الطريقه عجبتكم وسهله وبسيطه، ومن عشاق القراميط اللي بياكلوا القراميط، غير كده لا. نصيحه او معلومه، القراميط ما تتحمرش وتتساب لي تاني يوم تاكلوها، مش هتلاقوها حلوه خالص. لحمتها بتتفل وبتطرى وبتدي زي تلزيقه كده، مش حلوه. عايزه تسيبيها في التتبيله بملح خفيف عشان تحمري منها، مفيش مشكله. عايزه تحمري اول باول كده يبقى احسن لك. اما لو عملتيها في الصلصه تقعد معاكي، وبرده لتاني يوم، ما تطولش اكتر من كده، لان بتدي زي دهنانه كده وزملقه في الصلصه، برده ما بتبقاش حلوه. يا رب تكون عجبتكم الطريقه وسهله وبسيطه، وتدعوا لي دعوه من قلبكم وتشتركوا في القناه، ولعل الله يستجيب لي وليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحبكم في الله.